يا خرابي يا جماعة، كنت قاعدة عادي بقلب في التليفون، مرة واحدة ببص في التاريخ قلت يا لهوي، ده فاضل على فرح اخويا غير يومين اتنين بس، وانا لحد دلوقتي ولا جبت فستان ولا عملت اي حاجة. رحت لجوزي قلت له اديني اي فلوس بسرعة عشان انزل اشتري فستان جاهز بسرعة. قال لي معيش غير 1000 جنيه بس. قلت له 1000 جنيه؟ 1000 جنيه دول يعملوا ايه؟ دول ما يجيبوش حق يعني قماش عشان افصل فستان. قال لي معرفش اتصرفي، هما دول اللي معايا. قلت له خلاص هات ال1000 جنيه وانا هتصرف. رحت كده يا جماعة على شام دريس، بجد احلى محل في مدينة نصر كلها وفي عباس العقاد. هو ده اللي انا فعلا هلاقي عنده الاسعار اللي انا عايزاها. اه، ما انا لازم امشي على قد امكانيات جوزي برضو، ما هو مديني 1000 جنيه بس. فروحت كده لقيت كل الفساتين السواري هناك زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. لا، والمحل ده ال1000 جنيه هناك مش ايجار، لا ده شراء. انتوا متخيلين؟ يعني انا مش هروح اجر ب1000 جنيه، انا هروح اشتري فستان وهيفضل معايا العمر كله. قلت بس هي دي فرصة عمري، انا هروح واشتري الفستان اللي انا كان نفسي فيه. مش بس كده بقى، لقيت ان كمان عاملين عروض على اي فستان زفاف، اللي هو الفستان الابيض يا جماعة المنفوش الكبير ده، ب2000 ونص. 2000 ونص هو ده ايجار؟ لا يا جماعه، 2000 ونص ده شراء. انتوا متخيلين الاسعار اللي انا بقول لكم عليها؟ قعدت الف كده في المحل كله وموهومه بالاسعار اللي انا شايفاها. يعني فستان زي ده يعني ايه ب2000 ونص؟ انتوا متخيلين ايه الاسعار اللي انتوا عاملينها دي؟ لو مكانهم فين؟ في عباس العقاد، اللي هو اقل فستان هناك ب15000 وب20000 كمان. ده في فساتين انا شفتها وصلت ال30000. انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ فلقيت هناك المحل بصراحه كان تحفه وخطير. قعدت بقى اقيس في الفساتين براحتي، وفي الاخر لقيت محمد جوزي بيقول لي ما تلبسي فستان من ده. قلت له يا حبيبي ده فستان سكند لوك بتاع العروسه، انا هروح البس ابيض واغطي على العروسه؟ طبعا لا. قعد بقى يزن عليا عشان اخد فستان من دول. قلت له يا ابني بطل هبل، ازاي هلبس فستان ابيض في فرح مرات اخويا؟ تقول عليا ايه؟ تفتكر ان انا بصرم منها ولا حاجه؟ فقعد يقول لي لا ماليش دعوه، انت هتلبسي الفستان اللي انا هختاره. قلت له بقول لك ايه، انا هاخد فستان اقيسه وبس كده، لكن ما توجعش دماغي مش هشتريه. تفتكروا في الاخر يا جماعه سمعت كلام جوزي ولا سمعت كلامي وجبت فستان عادي؟ عايزه اقول لكم بقى ان هم كمان هناك بيقدروا يفصلوا لك اي ديزاين انت عايزاه، فستان فرح او فستان عادي سواريه. هنا بقى قست الفستان الابيض زي ما جوزي كان عايز وقعدت العب بيه كده، بصراحه كان شكله تحفه وخطير عليا، وبدات ان انا افكر ان انا اخده. يعني ما هو انا يعني عادي مش هغطي على العروسه قوي يا جماعه برضو. بعد كده قست بقى الفستان المنفوش ده وقلت لا لا يمكن اعمل في نفسي كده والبس فستان منفوش. انت عبيط ولا ايه؟ ده تهمه، ده انا مش عارفه اتحرك ولا ارقص ولا اروح ولا اجي بيه. هنا بقى فضلت اقيس فيه، بس بصراحه كنت فرحانه قوي بيه يا جماعه، كان شكله خطير وحلو قوي، وقعدت اتصور بيه كتير وحسيت ان انا رجعت عروسه تاني. الفستان بقى ده سعره كان خطير، مش هتتخيلوا سعره كان كام. انتوا اقعدوا اكتبوا في الكومنتات عشان مهما تتوقعوا انتوا مش هتوصلوا ليه. انا هسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعتهم تحت في الكومنتات، وعايزه اقول لكم ان عنوانهم ما يتوهش بجد، هو في عباس العقاد، يعني في وسط محلات الفساتين كلها. الفستان ده بقى كان عاجبني قوي 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 بجد، كان خطير وكده، كنت حاساه مختلف. وكل الفساتين اللي عندهم دي اسعارها غريبه، وعندهم بقى فساتين السكند لوك وفساتين سواري وفساتين كل حاجه، حتى عندهم فساتين اطفال كمان. انتوا بجد لازم تروحوا المكان عشان انتوا هتتوهموا، هتتصدموا من الاسعار وهتتوهموا من الاشكال كمان. انا ما بجيبش اي حاجه، لما بغيب ما بغيبش اوانطه.